إصابة خفيفة عبارة عن كدمة في العضلة بس، وإن شاء الله راحة يومين الدكتور يقول لي، وإن شاء الله أرجع للتمارين مع أخوان اللاعبين. البعض عاب على دفاع النصر الأهداف والأخطاء اللي كلفتهم التعادل، 3 أهداف يتقدم النصر ثم يتعادل الاتحاد. أنت في نظرك هل الدفاع النصر قام بدوره في المباراة الماضية؟ والله أكيد يعني الكورة نص أخطاء، يعني أكيد إن أخطينا، بس أكيد يعني المدرب شاف الأخطاء، وإن إن شاء الله راح نتلافاها المباراة الجاية إن شاء الله. ما بالنسبة للخسارة أكيد الفريق كامل يتحمل خسارة، مو بخط الدفاع بالحالة، إنه عبارة عن كتلة واحدة، فما توفقنا والحمد لله. يعني إن شاء الله إن نحاول نعدل الأخطاء الحاصلة المباراة اللي راحت، على أن نتلافاها المباراة الجاية إن شاء الله. غياب حسين عبد الغني إيقافه لنهاية الموسم، يعني هذا القائد الفريق ما أثر عليكم أنتم كمجموعة وتأثرتوا من هذا الوضع وغيابه؟ أكيد أبو عمر لاعب كبير، يعني بغض النظر عن أنه لاعب قائد، يعني زي ما قلت أنت زي ما تفضلت، فإن شاء الله يعني حتى لو ذا فالموجودين فيهم الخير والبركة. أما من ناحية النقص أكيد يعني له ثقله في الفريق أبو عمر. بماذا تعد الجماهير النصراوية في المباراة القادمة؟ والله إن شاء الله بما أنه يعني ما في إلا هذه البطولة، آخر بطولة لنا ذا الموسم، خيبنا ظن الجمهور، فإن بنحاول إن شاء الله بقدر الإمكان أن نرضي الجمهور بهذه البطولة. فإن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله رايحين يعني نخش بعزيمة وإصرار، بنحصل على أن نتحصل على 3 نقاط نتأهل إن شاء الله، وهذا أقل شيء يمكن نقدر نقدمه للجمهور الكبير ذا اللي صراحة خذلناه منا. فإن شاء الله يعني إنه راح نخش المباراة هذه وأملنا الفوز وتحقيق البطولة قبل كل شيء إن شاء الله. ها ابو عوف انت الاتحادي شوف انا يعني بالنسبه للكابتن عمر هوساوي كان مصاب حتى في مباراته مع ذوبهان في ايران، كان بانت يعني الاصابه وتاثر كثير الدفاع باصابه عمر هوساوي. طبعا عمر يعني نتمناه كل فريق انه يكون جاهز ويلعب كل ثقله. مباراه الاتحاد او النصر والاتحاد انت لا الاتحاد في جده غير طبعا ما بيكون مثل ما كان في الرياض، يعني تختلف مع عمر هوساوي. لا اكيد يعني الاتحادي ايضا يبغي انه يكون يعني يختم الموسم ببطوله، وبطوله مثل غاليه مثل كاس الملك اعتقد نستحقها كاتحاديين. العالم يعني انا اعتقد لم يؤدي في المباراه. صحيح انت اتحادي وهذا نصراوي. ايوه قول. انا اعتقد يعني لم يؤدي، يعني 3 مرات تتقدم وترجع تخلي الفريق، وفي اللحظات القادمه وين يعني كان العطل؟ العطل اكيد في الدفاع والحارس، يعني ومع انه الحارس انقذ في قوه هجوم الاتحاد. لا انا اعتقد اسوأ خطوط النصر بالتاكيد هو خط الدفاع، يعني وشوف الاهداف ال3 اللي دخلت، يعني الهدف الثالث عم بيرجوناهم جمال ما عم بيرجي. نعم الهدف الثالث شوف هدف دخله هو يعني لا هذا هدف على الاتحاد. اي ولا لا اتكلم شوف هدف لا مش هذا الهدف الاخراني، يعني كان بامكانه يبعد الكره براسه لولا دخول الجزمه، يعني هذا ضربة الجزاء. فأنا أعتقد أنه النصر ممكن يؤدي أفضل بكثير، ولكن نقطة الضعف الرئيسية هي خط الدفاع. نحن نتمنى أن دفاع النصر يكون كذي في جدة، يعني بهذا الانفتاح بهذا احنا نتمنى يسكر. انت ما تنسى ان هذا النادي النصر. طب رد علي، ليش ما عم ترد علي انت؟ انا جالس ارد عليه. عم يستفزك وعم بقول لك نتمنى الدفاع يكون انفتاح. رد علي يا اخي. تعرف شو الحلو في دفاع؟ انا ضد سياسة الانفتاح اصلا يعني. لا انت تعرف شو الحلو في دفاع النصر؟ انه يعني الموضوع سالك، وهذا شيء جيد. والله سالك لازم تدفع 4 دراهم بس ما اعتقد 4000 معناته. لا طبعا اللي ما بيعرف هو نظام سالك في الامارات، كل ما مريت تحت هيك شغله خشب مر تحت تدفع 4 دراهم. معنا ما تدفع شيء، بس اشترك وبعت شو هو الحلم تبعك واربح حصه من 3 مليون ريال. بس ابعتوا لنا على الارقام، ما في اسهل من هيك. قولوا لنا شو الحلم وان شاء الله بيتحقق الحلم.